ريلمي رجع لنا بقوه في سلسله الريلمي 16 الجديده بالريلمي 16 5G، ريلمي 16 برو، ريلمي 16 برو بلس. وبالنسبه للبرو والبرو بلس فيعتبروا وحوش التصوير، مش عشان جايين بكاميرا 200 ميجا بكسل للجهازين، علشان هتاخد بيهم نتائج صور بجوده احترافيه، ولو قارنتها بال 17 برو ماكس النتائج مش هتبقى بعيد. لكن اللي هيميز البرو بلس ان هو جاي بعدسه تيليفوتو هتاخد بيها صور بورتريه احترافيه، هتديك تقريب بصري حقيقي لحد 3.5 اكس ولحد 10 اكس، مش هتفقد اي تفاصيل. والجهازين جايين ببطاريه عملاقه 7000 ملي امبير هتقعد معاك لحد ما تزهق، مع شاحن صاروخي 80 واط جاي معاك جوه العلبه. وعن الاداء، البرو جاي بمعالج دايمنستي 7300 ماكس، اما البرو بلس جاي بمعالج سناب دراجون 7 جين 4. يعني سواء في الالعاب الثقيله او الاستخدام اليومي هتاخد تجربه ممتازه ومستقره وسريعه. وفي التصميم استخدموا روح الابداع، الجهازين جايين نفس التصميم وبظهر جلد شيك وبريميوم، جاي بفريم معدن من الديب مات اللي بيقلل البصمات. اما البرو بلس الفريم مرايه شكلها بريميوم وبروح الفلاج شيب، والشاشات جايه اموليد 1.5K، وشاشه البرو جايه مسطحه، اما البرو بلس جاي بكيرفات. عايزك تتوقع سعر الجهازين، وما تنساش اللايك والفولو علشان تعرف كل جديد. كان معاكم احمد قويدر، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. سلام.